بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قناة الطائفة المنصورة التونسية السلفية أن يقدم لكم هذه المادة، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأول يقول: بعد أيام يقبل علينا شهر رمضان، فهل من توجيه لأبنائكم حول الاستعداد له؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ومسلمة مكانة هذا الشهر من دين الإسلام، فالكل يعلم أنه الركن الرابع وأنه فرض عيني على كل مسلم ومسلمة، وإنما على بعض الناس أو يتساهلون فيما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذا الشهر من المبادرة إلى فعل الأوامر، وأعظمها التوحيد، إخلاص الدين الله سبحانه وتعالى، ثم سائر الطاعات من واجبات ومستحبات. وأعظم ذلك بعد التوحيد المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وكذلك اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، ثم سائر المعاصي من صغائر وكبائر ومنها البدع. والمقصود أن المسلم يحفظ نفسه ويجاهدها على محاب الله ومرضه ومجانبة مساخطه ومغاضبه، ويشغل وقته فيما هو أنفع له في دينه ودنياه. هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة، وأن يغتنم هذا الشهر فيحرص فيه على تلاوة كتاب الله وعلى الاستكثار من نوافل العبادة من صلاة وصدقة ويصل رحمه ويعود المريض. فهذه الأمور وإن كانت مطلوبة ومأمور بها في العمر كله في جميع الأيام والليال، إلا أنها في شهر رمضان تتعلم حرمة هذا الشهر وعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لم يفرض الله سبحانه وتعالى صوما إلا لعام، فرمضان مفروض فرضا عيني على كل مسلم ومسلمة على وفق ما ذكره الفقهاء من شروط الصيام، وما عداه لا يجب إلا لعارض النذر كفارة. نعم، هذا خلاصة ما يمكن قوله الآن. نعم، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، وجزاكم الله خيرا.